تيجوا نعمل تحدي جديد ومناسب كده لشهر رمضان الكريم، وتبقى حاجة جديدة مفيد لأنه كمان بيخفف من التوتر وبيريح الأعصاب، وهنتعرف على فوائده كمان شوية. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين يا مسكرين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وهنا. النهاردة هنجرب البيكسل ارت. للي ما يعرفوش، هو نوع من الفن بيستخدم البكسلات الصغيرة لإنشاء صورة كاملة، وبيتميز بأسلوبه البسيط والمميز، وأي حد يعرف يعمل حتى لو كانوا أطفال صغيرين. امتى بدأ البيكسل ارت؟ بدأ مع ظهور الألعاب الفيديو والكمبيوتر، لأن الأجهزة في الأول كانت بدائية جدا وضعيفة، فما كانتش بتقدر تظهر الصورة كاملة، فكانت الصور كده بتبقى مبكسلة ومش واضحة زي اللي قدامكم كده. ومن ساعتها بقى الناس عملته كنوع من أنواع الفن، عشان هو بيريح الأعصاب وبيساعد على التركيز والانغماس في العمل، وبيقلل التوتر، وكمان بيعلم الصبر والإصرار، وبيعزز المهارات دي عندك ان انت تقدر تخلص الصورة كاملة، وبيعزز الشعور بالإنجاز والإتقان ان لما تخلص الصورة كلها وبتبقى فرحان بيها، بقى برضو تجربة مختلفة وجديدة عليك. احنا بنحتاج ايه؟ بنحتاج كراسة مربعات زي اللي انتوا شايفينها دي من اي مكتبة، والوان فلوماستر او ممكن الوان حبر، بس الوان فلوماستر فيها فرايتي اكتر واسعارها متفاوتة، وهتلاقوا اسعار معقولة يعني مش غالية غير الالوان الحبر. اتنين هنعمل مرة بالوان حبر ومرة بالالوان الفلوماستر، وهيبقوا بطريقتين مختلفين. الطريقة الاولانية هو ان احنا هنعد المربعات واحدة واحدة كده، يعني نعد اللون الاسود كام مربع ونبتدي نظلله ونعمله، نعد اللون الاخضر كام مربع ونبتدي نعمله، وهنمشي ايه بالتدريج كده من فوق لتحت لغايه لما الرسمه تخلص معانا زي ما انتوا شايفين. اهم حاجه وانت بتختار الالوان الفلوماستر ان هي يكون سنها رفيع زي الالوان اللي انا مستخدماها دي. طبعا الاشكال بقى المره دي ركب رمضان شويه، لان الاشكال بتاع فنانيس بقى وبوجي وطمطم وحاجات حلوه كده. وبعد كده تاني طريقه ان احنا هنعمل هنا انا كنت بحاول اعمل بكار بالطريقه اللي هي بطريقه الاكسات دي، بس المكان ما كفاش بقيه الرسمه، فهعمل بوجي وطمطم وهبقى اعمل بقى بكار في الصفحه اللي وراها. تمام. احنا بنعمل ايه بقى؟ بنعمل اكسات بالالوان اللي احنا هنستخدمها، يعني مثلا الاسود والبني الاحمر الاصفر، الالوان اللي في بوجي دي، وايه ونعمل اكس، نعد المربع ونعمل نقطة او اكس او اي حاجة، نقطة كده بسيطة، بحيث ان هو المربع ده هيتلون باللون ده. وبعد ما بنخلص الرسمة كلها نبتدي بقى ايه؟ نعبي المربعات دي. بصوا الطريقة دي ما عجبتنيش ولخبطتني وخلتني اغلط، وكمان الالوان الحبر مش احسن حاجة في بيكسل ارت، يعني الالوان الفلوماستر كانت اسهل في الاستخدام وكانت مديه نتيجة احلى بكتير. انا كملت بقية الرسمة بالطريقة العادية خالص الاولانية. في حاجات اسهل من كده، يعني مثلا قلب، قطة، سمايل فيس، هتلاقيهم اسهل من اشكال رمضان، وفي حاجات هتلاقوها صعبة. بس انتوا لو عايزين اشكال مختلفة ومش عايزين حاجة ليها علاقة برمضان، ادخلوا على بنترست هتلاقوا حاجات كتيرة جدا، هيطلع لكم حاجات تحفة وحاجات سهلة وحاجات صعبة وكده. حاجات رمضان دي، رسومات رمضان بتاعت فنانيس وبوجي وطمطم دي تعتبر متوسطة، فان شاء الله هجرب معاكم برضو حاجة صعبة، بس مش دلوقتي، يعني نجرب حاجة بقى تبقى فيها تفاصيل والوان متداخلة في بعض وكده. بس خلي المرة دي الحاجات تبقى ليها علاقة برمضان ورمضان فايبس بقى والجو كده. بس الصور بتاعت الفنانيس وبوجي وطمطم ورمضان دي انا كنت جايباها من بيج بتعمل خرز الحراري، وبتعمل بقى منها الاشكال دي واشكال تانية كتير، مجسمات بقى، ميداليات، وبرضه حاجات تتعلق على الحيطة وحاجات تتعلق على التلاجة وكده. فانا بصراحة خدت منها الصور دي، لكن انا ما لقيتهاش على بنترست، انا واخداها من البيج دي اسمها دي ارت. هحط لكم اللينك بتاع البيج بتاعها لو انتوا عايزين تخشوا تبصوا عليها. هي بيج لذيذه جدا، والبنوته عسوله اول ما اعرفها شخصيا، بس انا عجبني قوي شغلها بصراحه، فهحط لكم اللينك بتاعها، وهحط لكم الصور اللي انا استخدمتها دي وبقيه الصور بتاعه رمضان. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب بس. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه،
واكتبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.